ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد وحلقه جديده معاكم على قناتنا على اليوتيوب. وزي ما اتعودنا ان احنا قبل ما نبدا ننزل نعمل لايك وسبسكرايب في القناه عشان يوصل لنا كل جديد. ودرس النهارده معانا سكين تون للبشره، الناس اللي بتشتغل ميك اب او بورتري يعني بشكل عام. المهم، هنفتح الصوره بتاعتنا كده بالشكل ده. اهم حاجه طبعا تكون صوره رو عشان تدينا مساحة تعديل في الألوان أكتر. طبعا احنا ظبطنا الصورة وكل حاجة، بس ده طبعا مش تبع درس النهاردة. فاحنا النهاردة هنتكلم عن السكين تون. طبعا لو عايز تعرف تعديل الخطوات والحاجات دي بتاعت البشرة فطبعا في دروس كتير على القناة. المهم عشان مطولش عليكم ونبدأ. السكين تون أهم حاجة عندك الجزء ده calibration. ولما نفتح الصورة هقول لكم برضو ايه تاني مسؤول عن السكين تون. تمام. المهم احنا هنبدأ هنا بالهيو. نبدأ نقلل كده نشوف هيدينا ايه، وهنزود ونشوف درجة اللون اللي هتطلع معانا. تمام. احنا هنا هنبدأ نقلل شوية 12 مثلا. تمام. هنيجي هنا على الساتوريشن هنزود لغاية 20. تمام. عايزين نعمل كده عشان نبقى شايفين بيفور وافتر. بس احنا ده بيفور قبل الاعدادات بتاعت الصورة اساسا. تمام. فاحنا بس هنشوف اللون بتاع البشرة مش اكتر. تمام. هنبدأ نزود كده، نزود وننقص ونشوف الدرجة اللي هتبان معانا. تمام. بصوا احنا كده لغاية هنا احنا ماشيين كويس. تمام. فهنبدأ نفتح الصورة بتاعتنا. هنفتح الصورة بتاعتنا بالشكل ده. تمام. هنبدأ نيجي هنا عند selective color، وهنبدأ عندنا الريد واليلو والبلاك، التلات ألوان اللي احنا هنلعب فيهم. تمام. هنيجي هنا عند الريد أول حاجة نزود شوية. نبدأ هنا المجنتا، نبدأ نزود شوية. هنا هنقلل، هنا هنقلل شوية. تمام. هنيجي عند اليلو. بصوا هنبدأ نقلل ونزود نقلل ونزود لغاية لما نوصل للدرجة اللي احنا عايزينها. تمام. احنا هنا بدأ ان احنا ناخده السكين تون بتاع البشرة الطبيعية. هنيجي نخش على البلاك، او هنسيب البلاك في الاخر. عندنا الوايت هنا كمان برضو مهم جدا ان احنا يعني هيبقى معانا في الخلفية. خلي بالكوا عشان هنا برضو فيها اجزاء من الابيض، وهيبقى معانا في الحاجات اللي فيها الهايلايت عالي شوية كده. فاحنا هنبدأ نركز كده.
بصوا كده السكين تون قلب بقى ذهبي، اللي هو لون البشرة الطبيعي اللي احنا عايزينه. تمام. نبدأ نقلل ونزود كده. عايزين نقلل الذهبي، ممكن نعمل كده. تمام. ممكن نزود برضو شوية على حسب ما احنا عايزين، كل واحد وعلى حسب عينه طبعا. تمام. انا بالنسبة لي ان انا شايف ان كده درجة اللون بقت مناسبة شوية. هاجي هنا هبدأ اظبط لون الشعر مع السكين تون. تمام. لو في اي حاجة احنا عايزين نظبطها طبعا بنرجع ونظبطها، مفيش اي مشكلة. تمام. عايزين ناخدوها الدرجة الذهبي كده، نعمل كده عادي، مفيش اي مشكلة. تمام. احنا عندنا الريد واليلو والوايت لو في هايلايت في البشرة، والبلاك طبعا بيبقى مسؤول عن الشعر بس مش اكتر. تمام. نيجي هنا ممكن نقلل الريد سيكا، خليها 12. بس كده درجة اللون بتفرق جدا، فاحنا نخلي بالنا، كل حاجة بتفرق معانا في التفاصيل. يعني احنا لو غمقنا كده هتبقى معانا مدية على بينك، لو قللنا كده هتبقى مدية معانا على أصفر. فاحنا كل درجة بتفرق، فاحنا نبقى نخلي بالنا واحنا شغالين في الحاجات دي. تمام. في حاجات بتغمق وفي حاجات بتفتح. تمام. فاحنا عندنا هنا ممكن اليلو نخليه منور شوية، نديله -8. عايزين نقفل اليلو خالص، نزود كده بالشكل ده، مفيش أي مشكلة عادي. تمام. بصوا، شايفين؟ بصوا كده درجة اللون اتغيرت خالص كده، ترجع على حسب ما احنا عايزين. تمام. كده بصوا before after. درجة السكين تون طبعا هنا احنا لو عايزين نعمل شارب للبشرة، نيجي نفتح فلتر، نيجي هنا عند شاربن، ندوس شاربن. بصوا كده يدينا شارب بس يعني قليل. لو عايزين طبعا نزوده مفيش اي مشكلة، بنعمل دبل لاير، ونعمل نفس الخطوة تاني. تمام. بصوا كده ركزوا عند العين، في شارب زيادة بس طبعا ممكن ما يبقاش باين عندكم قوي. تمام. احنا كده درجة البشرة اللي احنا عايزينها في الميك اب الطبيعية، سكين تون جميل جدا طبعا. تمام. طبعا عايزين نبدأ نشتغل بقى في التنعيم بتاع البشرة، هتلاقوا دروس كتير جدا تحت في القناة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، لو في اي حاجة اكتبولي في الكومنتات. وبس كده، اشتركوا في القناة عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.